ليه يا باشا تفرق كده؟ لا شيء. معلش بالراحة. ايه يا حمار نحسب واحد جابت ليه يا باشا تفرق كده؟ لا شيء. معلش بالراحة. ايه يا حمار نحسب واحد يلا بينا بقى. ولا كده ولا عملت ايه؟ بتاع الحبل ده وتنزيت على تجي لك بقى فتح مره واحده ثاني. لسه يا صاحبي لسه بقى ساعة بجيبك منين يا مصطفى؟ شو جناحها؟ افرد البتاع كلها على يا مفرج الكرك يا استنى خالد افرد البتاع خالد افردها يقلبها ايوه كده هو ده اللي انا عايزه بس يا دول. يا ابو شيخ لا كده جاب وشك. تمام شغال تمام. انا هنا عشان الصوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خالد من قناه الشيخ خالد ماضي وفيديو جديد كالعاده. في ناس كتير بتواجه مشاكل من الفراخ المشويه اللي هي بالعظم زي كده، فراخ مشويه متفتحه بالعظم يكون فيها دم. تعمل ايه عشان ما يكونش فيها دم؟ حاجات بسيطه عشان ما تقولش في مقدمه الفيديو، حاجات هتعملها عشان تخلي في الفرخه بتاعتك دم، وتتابع معايا الخطوات دي. حاجات بسيطه جدا. اول حاجه بتفتح الجناح ده كده من على المفصل، ما تكسرش العظمايه، يعني العظمه دي ما تتكسرش. تمام. بعد كده بتفتح الصدر
لما تخبط في العظمه دي لما بتنزل على الفحم بتنزل دم، بتخلي الفرخه كلها دم. بتحاول قدر الامكان يكون المفاصل بالظبط. ده بالنسبه للصدر او بالنسبه للمفصل بتاع الجناح. بنيجي هنا في الورك تفتح كده تحت الورك، فتحت الورك ده ما بتخبطش في العظمه بتاعه الدبوس، يعني بتخليها بنفس الشكل ده، ما تخبطش فيها هنا. لما بتخبطها كده بنفس الشكل ده، العظم ديت لما بتنزل على الفحم بتسخن، بتطلع الماده اللي فيها او الدم اللي فيها، وبدا الدم ده بينزل في اللحم. العظميه دي اللي هي ديت برده بتطلعها من المفصل بتاعها وتطلعها قدام كده برده من غير ما تكسرها جوه في العظمه. دي افضل حاجه. لما انت بتكسر العظميه دي بقى كده نصين، برده بنوري الناس في الفيديو اهو، لما العظمه دي بتتكسر كده لما بتنزل على الفحم مع درجه السخونيه بتاعه الفحم بتخلي الدم اللي هنا يطلع، وبالتالي بيفضل فيه اللحم. لما بتكون مقفوله افضل، طالما انت نضفت الكبده اللي هنا او الحاجه اللي بتكون داخل الورك ما بيبقاش فيها دم، العظمه دي تطلع من مكانها وخلاص على كده. يبقى احنا ما نخبطش العظميه ديت، هنعمل نص تاني دلوقتي عملي، ما نكسرش العظمه دي ونفتح بنفس الشكل ده كده. ادي النص التاني اهوت. عايز صلاح نقرب، تفتح الجناح بنفس الشكل ده، تفتح الصدر، تفتح الورك بنفس الشكل ده، تعمل كده كده احنا خلصنا. تمام، خليها بنفس الشكل ده من غير ما تخبط الدبوس او تفصل اي حاجه او تخربش اي عظم. وكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناه وتعمل لايك جميل من عندك. التصوير بقى ده هيفيد بيه يعني؟ لا عليه فلوس. اول حاجه محمد هنشوف في ذات التيشيرت الاحمر. عرفنا تصور خارج كلنا استفدنا بقى. بسرعه بنص عم خالد. صور ابوك يعني. علينا حاضر. صور ابوه. ايه؟ شربت شربتين. انا عايز اجيب الحديد ب 34 بدأ في يرفع.
Start video new. بس اقول لك عايز ابقى مصور نفسي.